السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول إعدادي، إن شاء الله النهارده هنحل مع بعض أسئلة التقييم الثالث، يلا يا حبيب قلبي، أول سؤال اللي بيقول ما المقصود بكل مما يأتي؟ الأكاسيد الحامضية، حبيب قلبي الجميل، قلمك الجميل واكتب معايا، الأكاسيد الحامضية يا جماعة هي عبارة عن أكاسيد لا فلزية، تنتج من تفاعل اللافلزات مع الأكسجين، تاني، الأكاسيد الحامضية هي عبارة عن أكاسيد لا فلزية، تنتج من تفاعل اللافلزات مع الأكسجين وتعطي محاليل حامضية عند ذوبانها في الماء. طب الأكاسيد بقى يا حبيب قلبي إيه القاعدية؟ هي عبارة عن أكاسيد فلزية تنتج من اتحاد الفلزات مع الأكسجين وتعطي محاليل قلوية عند ذوبانها في الماء. اكتب يا حبيب قلبي يلا اللي أنا بقول لك عليه ده، وقف الفيديو اكتب وشغل الفيديو بعد كده. الأمطار الحامضية، هتقول لي يا مستر أمطار بتنتج من اتحاد اكاسيد النيتروجين واكاسيد الكبريت، يعني NO2 اكاسيد النيتروجين، SO2 اكاسيد الكبريت مع بخار الميه. تمام. قارن بين الاكاسيد الحمضيه والاكاسيد القاعديه من حيث التعريف، لسه قايلينه ناتج ذوبانهم. مستر الأكاسيد الحمضيه بتديني محاليل حمضيه، يعني يا مستر بالبلدي كده بتدي احماض، لكن دي يا مستر بتدي حاجه اسمها قلويات. حمض الكبريتوز والكبريتيك من حيث الصيغه الجزيئيه، مستر الكبريتوز ده رمزه H2SO3، لكن حمض الكبريتيك رمزه H2SO4. القوه والضعف، مستر الكبريتوز ده ضعيف اخره اوز ضعيف، لكن الكبريتيك قوي. تمام. يعتبر الليمون والكاتشب من المواد الحامضيه او الحمضيه، اكتبها زي ما انت عايز هي. معجون السنان وصودا الخبيز من المواد القلويه او القاعديه. تمام؟ اكتبها يا حبيب قلبي زي ما انت. طب بقول لك على حاجه احسن طبعا افضل عشان يبقى اعم يعني واشمل، من المواد القاعديه. تمام. عند ذوبان حمض الهيدروكلوريك في الماء ينتج ايون نقط وايون نقط. طب يا عم هو الهيدروكلوريك ده يا حبيب قلبي اللي هو اصلا رمزه HCl، يعني لما هيدوب هينتج لك الهيدروجين الموجب والكلور او الكلوريد السالب. يبقى يا جماعه ايون الهيدروجين الموجب وايون الكلوريد السالب. عند ذوبان هيدروكسيد المغنيسيوم في الماء يتكون ايون نقط وايون نقط. ماشي يا عم. اول حاجه يا اولاد يتكون ايون المغنيسيوم الموجب وايون الهيدروكسيد السالب وايون الهيدروكسيد السالب. تتفاعل الاحماض مع القلويات، حمض وقلوي ملح وميه، تفاعل التعادل. يعتبر حمض النيتريك من الاحماض طبعا يا شباب القويه محفوظه في الدرس، بينما حمض النيتروز والكبريتوز من الاحماض الضعيف. تحترق الفلزات في جو من الاكسجين ويكون نقط ويعرف معظمها بالاكاسيد نقط. ماشي يا جماعه. الفلزات لما بتتحرق يا حبيب قلبي في الاكسجين بيتكون اكاسيد فلزيه ويعرف معظمها بالاكاسيد القاعديه. اعكس في السؤال اللي بعده. تحترق اللافلزات في جو من الاكسجين وتكون اكاسيد لا فلزيه ويعرف معظمها بالاكاسيد الحامضيه. ذوبان ثالث اكسيد الكبريت في الماء يكون حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك معروفه يا حبيب قلبي الجميل، حمض الكبريتيك اللي هو طبعا يا مستر رمزه H2SO4. خليك ذكي، ما هو ده جاي من SO3 زائد H2O. اهو انزل H2 زي ما هي وانزل الاس زي ما هي، وادي 3 و1 O يبقى طلع اهو 4. ذوبان نقط في الماء يكون هيدروكسيد المغنيسيوم، طبعا حبيب قلبي الجميل ذوبان اكسيد المغنيسيوم، ذوبان اكسيد المغنيسيوم. ينتج عن احتراق الوقود الحفري اكاسيد، طبعا يا جماعه اسمها اكاسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين. بكده يا حبيب قلبي يكون خلصنا التقييم الثالث كله. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون فهمتوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.